سبق قبل كده وعملت فيديو كنت بتكلم فيه عن ازاي ندخل المصارعة مصر. ما كنتش متوقع خالص انكم هتطلبوا جزء تاني منه، لان مش هكدب عليكم انا كنت حاسس ان انا بقدم في ملط. هل ده هدفك فعلا؟ انت مجنون يا ابني ولا ايه؟ فتعال اشرح لكم بشكل مختصر عن السلسلة دي بتقول ايه بالظبط وعاوزة توصل ايه في الاخر. سبق قبل كده وقلت ان انا مش الشخص اللي هدخل المصارعة مصر لوحدي، لاني بسم الله ما شاء الله انا حاسس ان احنا كمصريين غزونا المحتوى ده على اليوتيوب، واكبر قناتين في الوطن العربي حاليا هو مستر ريسلينج وقناة المصارعة. فده نور لي حاجه في دماغي وقلت طالما احنا كلنا بنحب المصارعه احنا ليه ما نعملش عروض مصارعه بديهي جدا. ففي السلسله دي هتكلم معاكم بصوت عالي ازاي نعمل عرض مصارعه، ايه المشاكل اللي هتواجهنا لو عملنا عرض مصارعه، وازاي بيتم اعداد المصارعين، وازاي انت نفسك تبقى مصارع، وطبعا اهم حاجه هل العرض ده هينجح ولا ايه. ومع نهايه السلسله دي ان شاء الله هيبقى في مفاجاه كبيره جدا لما تخلص. الكلام ده هيبقى على اخر السلسله ان شاء الله، ولما نوصل برضو الفيديو ده 3000 لايك شايفك اللي بتتفرج على الفيديو هتهرب وما تعملش لايك. يعني اتق الله يا اخي، انا تعبان في الفيديو والله. طب مبدئيا كده قبل ما نتكلم عن ازاي نعمل عرض مصارعه نتكلم علينا احنا كشباب عرب. بيني وبينكم من ساعه موضوع المقاطعه ومحاولاتي الفاشله في ان الاقي بديل للمنتجات اكتشفت ان احنا في كارثه كبيره. اكتشفت ان احنا محبوسين فكريا، ما بتفكرش في اي حاجه غير لما تقارنها بالاجنبي، وبالذات عندنا احنا في مصر. فدي لوحدها كفيله في انك تهبط اي فكره، زي ان يا عم هم فين واحنا فين، او ان لا المصارع العربي ما يضاهيش طبعا زي المصارع الياباني او المصارع الامريكي او حتى المكسيكي. دايما عندنا النزعه دي، دايما حاسين ان احنا تحت. يعني مثلا كام مره انت اتفرجت على ماتشات مصارعه وتقعد تسال نفسك وتقول ياه لو كنت معاهم، يا نفسي كنت العب مصارعه وابقى مصارع كده زيهم. يا بتبحث عن النت تلاقي ان مجال البرو ريسلينج محطوطه على الناحيه الثانيه من الكره الارضيه، يعني مش عندك اصلا ولا حواليك ولا في المنطقه بتاعتك. فتحبط وتقول اللي هو طب هسافر يعني الاف الاميال عشان اتعلم مصارعه. طب خلاص يا عم هي خليني انا كده وخلاص. ومع دوامه الحياه اللي بيعيشها اي شاب عربي مش مصري بس بسبب انتوا فاهمين، مع الوقت يبتدي الحلم اللي جواك يموت وما تفكرش في الحوار ده تاني بعد كده. واحد ممكن يقول لي طب ما عندك اهو في قطر مدرسة مصارعة وممكن تتعلم هناك وكده. يعني لو على المستوى الشخصي انا ممكن اعمل كده، بس انا بتكلم على ان في مصريين تانيين ما عندهمش المقدرة في ان هم يسافروا عشان يتعلموا مصارعة، امكانياتهم مش مساعداهم. وبما اني جبت سيرة الكيو بي دبليو فتعالى نتكلم عنها شوية. الاتحاد حلو لطيف، المصارعين هناك بيلعبوا مصارعة حلو، هو مش زي اللي بره بس حلو بيحاولوا، بس مش عاوزين نطبل كتير للاتحاد ده عشان في عيب قاتل تمنع الكيو بي دبليو من الانتشار. اولا جوده الكاميرا سيئه جدا، تحس ان واحد مصور بموبايل، ساعات بيبقى مهزوز. عارف انت جو فيلم الفرح اللي هو بتاع علاء مرسي لما كان ماسك الكاميرا مش عارف عامل ازاي بجد. صور ايه يا ابني؟ بفك ميه. مفيش قصص مثيره للاهتمام اوي اتفرج عليه. يعني انت لو رايح عاوز تتفرج على مصارعه اتفرج على اتنين بيلعبوا مع بعض بشكل حلو روح الكيو بي دبليو. غير كده مفيش اي مميزات بصراحه تصنع. ده البوسترات معموله ب 2 جنيه وربع يا راجل. نفسي امسك المصمم اللي عمل الصور بتاعتهم ده وامسكه وابص ادعكه كده، اللي هو ايه الكارثه اللي انت عاملها. طبعا مع كل احترامي للاتحاد واحترامي طبعا لمستر علي المعرفي، واللي انا بالمناسبه اتكلمت معاه قبل كده على انستجرام، الراجل ده قمه في الاحترام ومثقف فعلا في المجال ده قوي، وراجل لف وشاف يعني، فاحييه جدا على الحوار ده. بس يا ريت بجد يركز في الجزئيات الصغيره اللي انا اتكلمت عنها، لان الجمهور العربي مش بس هيركز على ماتشات المصارعه، بيركز في حاجات تانية. احنا واحده واحده بنحبب الناس في المجال. يعني لو عملت العروض دي في امريكا ممكن كانت تنجح، بس عندنا في الوطن العربي مش هياخد نفس الرونق او اللي هو القبول اللي كانت ممكن تبقى بره. وهنا يا جماعه تنويه بسيط، انا هنا مش بغلط في الاتحاد الكيو بي دبليو، انا بحب الاتحاد ده جدا، بس يا ريت يسمعوا كلامي ويسمعوا العيوب عشان يصلحوا ويطوروا من نفسهم، وننتقل من اتحاد لاتحاد تاني الا وهو الاس بي دبليو في السعوديه. شايف الكيو بي دبليو؟ اعمل العكس. تصميم الصور مصغره والبوسترات حلوه قوي، اللي هو الافيش يعني. جوده الكاميرا عاليه، زوايا الكاميرا حلوه، مش كلها بس حلوه، هو بس عشان بيصوروا في اماكن ضيقه فالكاميرا متحجمه قوي. الستيج نفسه صغير يعني. القصص الى حد ما مثيره للاهتمام، زي القصه اللي انا بتابعها حاليا وهي قصه صالح ابسوليت حبيبي واللي في عداوته مع احمد شو حاليا. بس في عيب واحد بس في الاس بي دبليو وهو الاداء. الناس دي ما بتلعبش مصارعه يا جماعه، انا اسف جدا في اللي انا بقوله، بس انا حاسس ان هما اتنين هواه مالهمش فيها، دخلوا في حلبه واحده وقعدوا يلعبوا مع بعض ويعبطوا في بعض. هما بس كام حركه متدربين عليها وحافظينها وبيعملوها دايما في كل الماتشات يعني. فيما عدا مصارع خطير اسمه شاهين تقريبا، شفت له ماتش اللي هو كان في اس بي دبليو 9
كل المصارعين بقى كوم، ونايف ده كوم تاني خالص. تعالى بقى، ايه يا اسطى في ايه؟ انت مأفور ليه يا اسطى؟ ولما شفت اداؤه لاول مره لقيته متواضع. انا اسف جدا في الكلمه، بس انا كنت حاسس ان انا شايف مصارع هاوي بيلعب، مش مصارع محترف. انا ما بقولش انه يقطع نفسه، بس على الاقل يعمل بعض الحركات كويس، يعمل سيلينج صح، والحاجات دي المفروض هو اللي يكون عارفها مش انا حيالله واحد من الجمهور. والعيب التاني اللي انا شايفه ان عاده بتشوف كل اتحاد ليها المصارع الخاص بتاعه هو اللي بيمثلها. رومان رينز بيمثل الدبليو دبليو اي، اليانجا باكس وكيني اوميجا بيمثل الاي اي دبليو، هيروشي تاناهاشي بيمثل الان جي بي دبليو مثلا. خدت انت بالك؟ الاتحاد بينقي اكتر شخص بدنيا كويس، مش بالضروري يقدم ماتشات حلوه، بس على الاقل ملوي هدومه كده ويحسسك فعلا انه مصارع قوي. وبما ان نايف نقدر نقول عليه انه وجهه الشركه، هو احمد شو وجهه الشركه دلوقتي، بس انا بتكلم ان نايف يعني هو صاحب الشركه بقى وبتاع، هو اللي معاها من الاول، يظبط من جسمه ويعمل فعلا فورمه ويتدرب اكتر ويحسن من ادائه اكتر واكتر. والله العظيم ما هتلاقي حد بيقول الكلام ده غير الا ما رحم ربي. يعني هيطبلوا للاس بي دبليو ويقول لك يا ده احسن، ده احلى اتحاد، ده يا لهوي ده فخر العرب ومش عارفه ايه وبتاع. فانتوا كده بتمثلوا المصارعه في الوطن العربي، لان مفيش اتحاد مثلا مشهور زيكم، عشان انتوا يعتبر بتمثلونا احنا كعرب، لان الامريكان او اوروبا ما عندهمش حته ده سعودي، ده مصري، ده عراقي. لا، هم عندهم العرب، زي ما احنا بنقول على الاوروبيين اوروبيين، ما بنقولش الماني اسباني ايطالي. فانتوا بتمثلوا العرب، فمثلوها بشكل حلو، بشكل فعلا يبان ان احنا اقوياء جدا ان شاء الله، حتى لو ظاهريا بس. فده نصيحتي ليكم، ويعني ربنا يوفقكم. والله العظيم والله العظيم انا مش جاي اكسر في مقدف، اعتبرني يا سيدي ما قلتش حاجه، بس على الاقل خدوا العيوب اللي انا قلتها وطوروا من نفسيكم، وصدقوني هتبقوا افضل اتحاد مصارعه في الوطن العربي. مش عارف والله، حاسس ان الكيو بي دبليو لو اتحدت مع الاس بي دبليو، فمن الحلو من هنا على الحلو من هنا، هيعمل احلى اتحاد في الوطن العربي. نيجي ننتقل من اتحاد لاتحاد تاني، ولكن المره دي هنروح البحرين عشان نتعرف على اتحاد الكي بي دبليو، الاتحاد اللي رجع لي الامل تاني في ان احنا فعلا ممكن نعمل حاجه كويسه. الماتشات عباره عن اوبن اريا، ودي حركه صايعه منه عشان لو المصارع حب انه ينط او حاجه، فالموضوع ما يكونش متحجم. يعني فاهم انت؟ بدل مثلا ما كان في قاعه زي الاس بي دبليو او الكيو بي دبليو بتبقى في حته ضيقه، لا اوبن اريا بتديك راحه شويه. وانا شايف ان هم مش حاجزين في حاجه، يعني هو يعتبر زي في الشارع كده وعاملين كراسي ويلا. جوده الكاميرا كويسه، هي زواياها مش مظبوطه قوي، بس دي بتبقى مشكله المونتاج، بيبقى مش عارف يتنقل صح. بس فيها نفس العيب بتاع الكيو بي دبليو، ساعات القصص ما بهتمش بيها، ما بحسش باثاره، يعني ما بحسش اللي هو ايه ده يا ترى هيعملوا ايه. لا، ما حسيتش بالاحساس ده خالص. وكمان الصور الفيديوهات بتاعتهم يعني مش عارف بتفكرني بقناه الاخبار. عارف انت، محتاجين بس يحسنوا في الحته دي وامورهم تبقى تمام. وطبعا الاتحاد ده مش مشهور خالص، محدش عارفه غيري تقريبا، بس ده ما يمنعش ان انا اقول ان هم فعلا بيبذلوا جهد كبير. وبس هم دول الاتحادات اللي انا وصلت لها، ولو كنت عارف اتحادات تانية في الوطن العربي وانا ما اتكلمتش عليها اكتب لي تحت في التعليقات. نرجع بقى لموضوع العرض المصارعه اللي هيتعمل ان شاء الله. ترى ايه المشاكل اللي ممكن تواجهنا واحنا بنعمل العروض، سواء كانت قبل العرض او جوه العرض او بعد العرض؟ وفي الجزئيه دي انا مش هتكلم لوحدي، معايا دي كيو مصارعه دوت كوم هيتكلموا في الجزئيه دي برضه معايا. بص المصريين بيحبوا يعني يقلدوا الشركه الام بتاعت المصارعه دبليو اي، يعني بص دي تقليد حقيقة. عمياني. يعني مثلا الاس بي دبليو دي ولا بيقلدوا يعني حتى المعلق ما تفهمش فيه ايه، شارب حاجه ده ولا ايه، ولا بيقدم المصارعين. ابو جبل، يا ولد لا صعباوي، صعباوي يا عجيب طيب خايف، يا عجيب طيب خايف. هم بيحبوا يقلدوا وهم مش عارفين يقلدوا الكلام اللي بيتقال بالامريكي. ما ينفعش تترجمه لي وتقولوا لي بالعربي، فاهمني؟ اللي هو تترجمه لي نفس اللهجه. يعني مثلا اللي هو يا لهوي هيشوف هيعمل ايه، هيحدفه على السلم ولا ايه؟ ايه يا باشا، ما انا عايز ما هو هيحدفه على السلم، ايوه هيحدفه. مش لازم كل مصارع اللي هو داخل اللي هو بص يقعد يعمل لك في جسمه ويقعد يضخم لك. يا باشا انت داخل تلعب مصارع، انت مش داخل تستعرض يا باشا. مصارعين يعني محترفين ما بيعملوش اللي انت بتعمله ده. مش فاهم في ايه، ويا ريته عنده عضلات. برضو انا شايف ان هي محتاجه زقه كده من حته ايه، يعني محتاجين حاجه تخليها مين ستريم، بمعنى محتاج دعايه بالظبط، وتنظف. وانتاج لازم يكون في سيلينج محترم يستقبل الحركات باحترافيه. الناس بتكتب، ده مهم قوي. غير البوكينج انت محتاج حد يكتب ليه عشان ينظم لك عرض، يكتب، بس لازم يكون حد بيفهم في المصارعه بجد. انا شايف المصارعه عليها فرصه ان هي يعني تتفوق هنا، بس عايزه وقت. بص هي مش حكايه عايزه وقت، هي عايزه ناس محترفه، عايزه ناس يعني مش مجرد ان انا عايز اعمل عرض مصارعه دلوقتي يلا يا جماعه لم الشباب ويلا خشوا الحلبه العبوا. عايزه مثلا سنتين ثلاثه يتدربوا، يجيبوا مصارعين مثلا من بره، من يجيبوا مدربين بره من بره يعلموهم.
انا ما عنديش مشكله اروح اتفرج على حاجه في مصر. في نقطة مهمة انا قوي. ايه؟ في ناس في ناس محتاجة تفهم الكيفيب، ده مهم قوي. فكرة إن لسه لحد النهارده الناس مش فاهمة يعني ايه كيفيب. يا اسطى ده تمثيل. طب ما انا عارف انت هناك ممكن تقول على نفسك بطل ومش عارف ايه وتكسب وتعمل، لكن انت مش رياضي. انت تروح الملاكمة، لا انت رياضي. المصارع رياضي، المصارعة اصعب بالظبط بكتير. المصارعه. قول لاي حد بتاع اليو سي تعالى خد بامب، تعالى انزل على ظهر خد شوك سلام، بص استلمها بس. بالظبط، مش هقول لك الاصعب من كده، الاصعب من البمبات، انت يا عم واحد دبابه ما بيأثرش معاك البمبات، هتعرف مثلا يعني واحد زي ريم ستيريو بيعمل لك 619 مثلا بيحدفك على الحبل، هتعرف تستقبلها؟ هتعرف؟ بالظبط. مش اه. هتعرف. يعني عايزه لياقه، عايزه خفيه. مم. صعب. مش معنى ان المصارعة تمثيل ان انت ايه اي حد ممكن يأدي. عارف محتاجين ايه؟ عقد التلفزيون. ماشي، بس دي لما هم يبقوا يعني قدها لما يبقوا اه. قدها ياخدوها، بس فاهم؟ عشان يوصلوا لها محتاجين حاجة برضو، يعني على الأقل نذيع على اليوتيوب يا عم، بس نعمل عروض وتنظيم وكده. بعد ما سمعنا رأيهم تعالوا ننتقل لواحد تاني ألا وهو صالح أبو سوليت، ونشوف ايه رأيه في حوار ان احنا ممكن نعمل عرض مصارعة في مصر. مع ان مصر يعني ما شاء الله دولة عدد سكانها كثير وكبير، ودولة ما شاء الله كبيرة ومعروفة وهي ام العرب، فانا مستغرب يعني انه ما عندكم لحد الان اكاديمية، يعني اكاديمية مصارعة، مع انه محبي المصارعة اشوفهم اغلب العرب يعني من اللي يحبون المصارعة مصريين، فلازم تكون عندكم أكاديمية. وما شاء الله عاد يعني أكون معاكم صريح، يعني الإنسان المصري ما شاء الله متعافي، يكون جيناتكم فيها التعافي، يعني فيها القوة، فيها التحمل. والله شوف اليوم هذا صعب انك تتكهن انه متى راح يجي، بس انا اشوف حاليا في دولة الإمارات، في دولة قطر، في المملكة العربية السعودية طبعا، حتى في مصر وفي الدول العربية في العموم صار في أكاديميات للمصارعة، صار في تثقيف أكثر للمصارعة، في احترام أكبر للمجال. فالموضوع هو يحتاج أنك كيف توصل الرسالة للجمهور، يعني كيف تفهم عقليته، كيف تفهم تفكيره تجاه الموضوع هذا، موضوع المصارعة. أنا أشوف أنه راح يجي يوم أنه رياضة المصارعة تعتبر رياضة أساسية، هي لها شعبيتها في الوطن العربي، لكن للأسف ما لها احترامها اللي تستاهل المصارعة بالنسبة للشعبية. إن شاء الله يوم من الأيام المصارعة يكون لها احترامها في كل الدول، لأن هي بالأخير الرياضة نفس الكورة، في لها مشجعين، في لها محبين، في لها متابعين، وفي من وراها دخل مادي هائل. هي صناعة تجيب مليارات. طبعا انا مبسوط جدا النهارده ان موجود على قناه اخويا ريستو، واللي بيسالني سؤال مهم جدا، وهو ايه اللي هيحصل لو اتعمل عرض مصارعه في مصر. طبعا هتبقى فكره عظيمه جدا، لان المصارعه دلوقتي واخده وقتها زي زمان بالظبط، شعبيتها كبيره. الناس زمان في مصر كانت بتتفرج عليها مع انهم عارفين انها قصص، حتى القهاوي يا جدع كنت تشوف الناس كده مبسوطه وهي بتتفرج على المصارعه. انا ابويا نفسه الله يرحمه كان بيسجل ماتشات المصارعه على شرايط الفيديو علشان يبقى يشوفها في اي وقت، لكن بعد كده شعبيتها في مصر ابتدت تقل، لان ما كانش فيه اصلا سوشيال ميديا وقتها، وما فيش انتشار للمصارعه في الوطن العربي. وكمان من بعد وفاه الكابتن ممدوح فرج ما بقاش ليها جمهور زي الاول، وبدات المشاهدات بتاعتها تختفي من على الساحه لحد 2018 لما السعوديه دخلت في المصارعه، وبقى ليها كمان عروض معروفه بيها زي كراون جول كده. وطبعا دي مش اول سنه يتعرض عروض مصارعه في السعوديه، لا دي كانت اول مره تقريبا في 2014، فده ساعد ان المصارعه ترجع شعبيتها تاني في الدول العربيه، وخصوصا بان السوشيال ميديا دلوقتي بقت عامل بيوصل كل حاجه للناس في كل الدول. فاكيد ده لو حصل هيبقى حدث مهم جدا في مصر، وكمان اصلا مش هيكون ليه سلبيات قد الايجابيات بتاعته. ايجابياته كتير، اولا هيفيد البلد لان هيجي سياح كتيره من بره ليها فهيدخلوا عمله صعبه، وثانيا هتكون حاجه جديده لان هنا في البلد مش مهتمين بالرياضه، هم مهتمين بس بالكوره، لكن الباقي مهملين فيه جدا. اما بقى بالنسبه للسلبيات فمش كتير لكن خطيره. وليه بقى؟ لان الحوار ده هيكون في وش مصر. يعني مثلا اول مشكله ممكن نقولها وهو شغب الجمهور للفكره، يعني ده لوحده يخلينا نخاف ونحط ايدينا على قلبنا، بس مش قوي يعني. واخر مشكله بقى ان لو حصلت الموضوع ده هيفشل وش، وهو استقبال المصارعين. ده اهم حاجه يا جدعان، احنا مش عايزينهم يطلعوا شايلين مننا، لا فالاستقبال ده هو اهم حاجه في الموضوع ده. وفي نهايه كلامي بقى عاوز اقول اني سعيد جدا باني شاركت برايي في الموضوع ده في قناه صديقي ريستو المحترم، وبكده هكون انا خلصت وقلت رايي في الموضوع ده، فاسيبكم معاه بقى. عيش يا مان. بعد ما عرفنا آراء صناع المحتوى عن فكرة ان يبقى في عرض مصارعة في مصر تعمل، تعالوا بقى نشوف صورة ونتخيل مع بعض العرض ده هيبقى شكله عامل ازاي. وهنا يا جماعة احنا بنتخيل وبنفكر بصوت عالي. جاهز؟ يلا بينا. المشكلة اللي دايما بيتكرر وان في ناس كتيرة شايفاها فعلا ازمة، الا وهو التسويق. ازاي نسوق للعرض مع ان في حاجات قبليها المفروض نفكر فيها، بس تعالوا نفصصها واحدة واحدة. وازاي نحل موضوع التسويق؟ صلي على النبي. بما اننا ناس إليت ومستقلين فتسويقنا هيبقى على قده. ما تخيلش مثلا ان احنا نعمل دعاية واعلان في التلفزيون
التلفزيون ولا نعمل يافطه كبيره على الدائري، لا 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 لا، مش للدرجه دي. فلوسنا البادجت بتاعنا لا يسمح. اخرنا نعمل اعلانات على السوشيال ميديا، على الفيسبوك وعلى التيك توك وعلى اليوتيوب من خلال جوجل ادز. بس برضه لوحدها مش كفايه، وهتتحط في مشكله تانية. فين الشريحه اللي انت بتستهدفها؟ مين عارف، ما هو ممكن يكون الاعلانات دي بتظهر لناس مش مهتميه بالمجال اللي احنا عاوزينه او اللي احنا بنقدمه. فهنا نلجأ للحل التاني، الا هو الورد اوف ماوث، ان احنا نتكلم عن الموضوع اكتر، وان اي صانع محتوى على اليوتيوب متخصص في المصارعه يتكلم عن العرض ده اكتر واكتر، عشان جمهوره المهتمين كده كده بالمصارعه يفكروا فعلا ويقولوا ايه ده، طب ما احنا عاوزين فعلا نحضر عرض مصارعه. بس عيبها الوحيد ان التسويق ده هتبقى على المدى الطويل قوي، قبل ما نجمع ناس فعلا مهتمين ان هم يتفرجوا على العرض. والفكره اننا كل واحد فينا هيعمل زي جوجل فورم، واي حد مهتم انه يحضر العرض يكتب اسمه وسنه ويتسجل عنده في الفورم عشان يعرف كم عدد الحضور المتوقع اللي ممكن يحضر العرض ده. يعني انا مثلا لو عملت استطلاع رأي او جبت لكم فورم تكتب بس فيها اسمك مش اكتر، وشوف عدد الناس اللي ملوا الفورمات دي ايه. وطبعا الحوار ده مش هيبقى لوحدي، محتاجين ناس تانية تبقى معانا ومهتمين اكتر بالمصارعة وعندهم المحتوى ده. اكتر واحد ممكن يفيدنا الا هو قناة مستر ريسلينج، تختلف او تتفق معايا فهو اكتر شخص لامم جمهور حواليه بسم الله ما شاء الله، يعني مش هحسده، لامم جمهور وراه مهتمين بالمحتوى ده ومهتمين بان هم يشوفوا مصارعة. طب السؤال هنا، ما هو عدد الحضور المتوقع للعرض ده؟ لو عملنا تحالف واتكلمنا على الموضوع ده انا وقناه دي كيو مثلا ومصارعه دوت كوم وشداد وريسل دو وقنوات تانية كتير لو تشارك معانا، فانا متوقع ان عدد الحضور ممكن يتخطى ال 5000 شخص. ايه انت بتتكلم بجد؟ انا عارف ان ممكن يكون الرقم ده قليل بالنسبه لك او بالنسبه للعروض اللي بره، بس يا حبيبي احنا بنتكلم على حاجه ما حصلتش في تاريخ مصر. 5000 مثلا، انا بتكلم مثلا اكتر من 5000 شخص هيحضروا عرض مصارعه، فاحنا كده يعتبر كسرنا رقم قياسي في عدد الحضور وعدد الناس اللي هتتفرج على العرض. طب تمام، التسويق ده بقى هيقعد قد ايه؟ التسويق ده هيقعد سنه كامله. ايه، سنه بتسوق للعرض؟ للاسف، وده المده المتوقعه بالنسبه لي. وخلي بالك السنه اللي هيتسوق فيه العرض هي سنه تحضير العرض، مشاركه المصارعين، ايجار المكان اللي احنا هنعمل فيه العرض ده، زائد كمان تركيب الحلبه. ولو هيبقى فيه صرف في الموضوع برضو الموضوع هيتلم شويه، بس برضو على حدود البادجت بتاعنا. ما تتخيلش بقى جو بقى هنعمل الرويال رامبل مثلا ولا راسل منيا، لا لا يا حبيبي، احنا في مصر هنا، احنا هنعمل حاجه لحد ما محدوده وصغيره. طب احنا كده حلينا موضوع التسويق. المكان هيبقى فين؟ في استاد مثلا؟ لا 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 يا حبيبي، انزل شويه بالمستوى. طب هنعملها في الصاله المغطاه؟ لا، انزل شويه. هنعملها في اوضه يعني؟ بص، هو انا قبل كده شفت ناس كانوا قناه على اليوتيوب بيلعبوا MMA وحاجات زي كده، يعني انا لاحظت ان هم عاملين الماتشات بتاعتهم في مكان معقول يستوعب ناس، وفي نفس الوقت يستوعب المعدات اللي احنا ممكن نجيبها، سواء بقى كان الباك ستيج او الاضاءه. مش هنعمل طبعا فاير ووركس، احنا مش اغنياء للدرجه دي، ويستحمل كمان الحلبه والمكان، وحتى المصارعين يوم ما هيلعبوا في مكان اوبن ايريا. يا اخي يعني ده انت لو عملت ماتش سلالم في المكان ده هيستوعب الموضوع عادي. فاقول يا سيدي احنا ممكن نأجر الحوار ده، بس ثواني، هنجيب فلوس منين؟ هنا ما قدامكش غير حلين، يا اما هنصرف اللي ورانا واللي قدامنا على الحوار، وده طبعا ريسك كبير، احنا ما نعرفش الموضوع ده هينجح ولا لا، وهل هيجيب حق ولا لا. فلا احبذ الفكره الاولانيه، تعالوا الفكره الثانيه، وهي ان احنا نعرف نجيب سبونسرز. ايوه، بنعرض لهم الفكره، نجيب لهم حاجه زي البيزنس بلان فيها كل الديتيلز بتاعه المشروع ده، ونبعتها للشركات، والشركات اللي قابله الحوار او شايفاها كويسه هم دول اللي هيصرفوا على الحوار ده في البدايه. بس طبعا مش هيصرفوا بشكل كبير ولا مبالغ طائله زي ما انت متخيل. يا اخي ده ايجار المكان بس اللي هنعمل فيه العرض ممكن تتكلف كتير، لان احنا مش هنأجره يوم مثلا ولا حاجه، لا ده احنا هنأجره اسبوع. كل ده تحضير، سواء بقى لزق البوسترات، تيست للإضاءة، تيست للصوت، تركيب الحلبة. لو مثلا في مجموعة مصارعين هيعملوا حركة، هيكون الحركة دي هي المومنت بتاعت العرض، زي ما شفنا كده في لوجان بول وريكوشي في رويال رامبل. يعني الحركة دي ما اظنش ان هي ارتجال، يعني هم اكيد اتمرنوا كذا مرة عشان يعملوا الحركة دي الصح زي ما انتم شايفين. فلو المصارعين حابين ان هم يتمرنوا على حركة معينة او حركة صعبة يبتدوا يتمرنوا عليها، ماشي. بس طبعا بما اننا مش هنصرف كتير او هنحاول ان احنا نبقى اقتصاديين قوي، مش عاوزين نصرف جامد، فممكن نأجر المكان 3-4 ايام مثلا. وطبعا انا ما اعرفش الاسعار، فمش هقدر اقول لك سعر معين، ده انا بقول لك لو في حالة ان الشركة
قبلت بالعرض وبقوا سبونسر. طب خلاص حلينا موضوع المكان، ايه بقى المحتوى نفسه بتاع المصارعه؟ هل بقى زي ما احنا بنشوف كده في اتحادات يعني مش عاوزين نذكر اسمها وتبقى باينه قوي ان هي تمثيل، مش عارفه النمر المقنع ونطاط الحيط ومش عارفه ايه والاسامي الهري ده؟ لا 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 خالص. انا هدفي من العرض ده ان اخليه برو ريسلينج فعلا، يعني بدل الهري اللي احنا بنشوفه في اي عرض مصارعه او اي مثلا ناس بتلعب مصارعه في مصر، لا نحاول نخلي المحتوى اللي هنقدمه مصارعه فعلا وبشكل بروفيشنال. انا عارف ان احنا ممكن نواجه اخطاء، وانا عارف ان الموضوع مش بالسهل، وان اكيد في بوتشات واكيد في حاجات، بس انت في الاول انت في البدايه، فاهم انت؟ ودي حاجه برضو ما اقدرش اقول لك عليها لان انا ما عنديش خبره في المصارعه ولا في اختيار المصارعين، وفي ناس احسن مني بكتير فاهمين في المجال ده، بس انا بفكر معاك بصوت عالي، انا بكلمك على اللي انت متخيله. وبالنسبه للتفاصيل ومين المرشح انه يشارك في العرض والكلام ده كله، دي هتبقى في الجزء الثالث ان شاء الله. معلش ادينا اهو بنعمل السلسله وكله بالحب بيتراضى يعني، بس هنزلها لكم يعني باسرع وقت ممكن ان شاء الله، بما اني شخص خلاص داخل الجيش فانتوا فاهمين. وفي النهايه انا كل اللي انا بتكلم فيه ده احتمالات، ممكن نعمل عرض مصارعه زي ما انا متخيل او يمكن اعلى او يمكن اقل، نسيبها بظروفها احسن، بس اهم حاجه ان احنا ننفذ العرض ده. تعالوا مثلا ناخد اي دبليو كمثال. كودي رودز لو استسلم من البدايه وقال لك ما ردش على ديف ميلزر، ما كانش هيبقى فيه الاي دبليو. بول هيمن لما عمل الاي سي دبليو ولو فكر بان ايه ده الدبليو دبليو اف منافس هي والدبليو سي دبليو فانا منسحب، لا عمل الاي سي دبليو وبقى بول هيمن اللي احنا نعرفه، برغم من اني شايف ان الاس بي دبليو محتاجين يتطوروا اكتر من نفسيهم، بس بصراحه انا معجب باصرارهم وكل مادة عاملين يتطوروا حتى لو امكانياتهم محدودة، بس بيحاولوا. انا عارف ان في ناس كتيرة ممكن تتفه من الكلام اللي انا قلته في الفيديو، وصحابات قنوات هيتفهوا من الكلام ده، بس ما علينا. اللي انا بحاول اوصله في الفيديو ده بان ممكن الفكرة دي تنجح، ليه لا؟ انا بحب جدا كلمة ليه لا، انا دايما بحط احتمالات، انا ما عنديش حاجة اسمها مستحيل، لا اكيد ليها نسبة في النجاح والفشل، بس نسبة النجاح حتى لو 1%. نحاول طالما حاجة بنحبها ولينا فيه شغف، ما نحاول فعلا اننا ننفذ الحوار ده. الناس مثلا اللي بيتابعوا انمي، ما هم بيتعمل لهم ايفنتات كل سنة. الناس اللي بتحب الجيمنج بيتعمل لهم ايفنتات اللي هو انسوميك ومش عارفة اي سبورتس والحاجات دي كلها، فكل واحد ليه اهتماماته فبيتعمل له ايفنت خاص بيه تقريبا ما عدا احنا فليه ما نعملش حاجة اندبندنت، حاجة كده يعني خاصة بينا احنا، ويكونوا ننفذوا الحوار ده هم مجرد صناع محتوى. فاي حد من اللي بيتفرج على الفيديو ده وصانع محتوى وعاوز يقف معايا في الحوار ده اهلا وسهلا، اللي مش عاوز خلاص خليه يتفرج على جنب، عشان انا بتكلم عن حاجة هتحصل ان شاء الله، حتى لو بدأناها بجراج زي الROH. ادينا عملنا عرض مصارعة احنا الكسبانين، وحتى لو في حد خد الفكرة مني وحب انه يعملها فدي ما تعتبرش سرقة، يعني انا بحييه ان انت عملت حاجة زي كده، مفيش مشكلة فيها ايه لو انت بدأت بالحوار ده، بس يكون حاجة صح، عرض على ابوه، ماتشات حلوة فعلا متعوب عليها وناس متمرنة الصح. انا عاوز اوصل لمرحلة انك مثلا لو اتفرجت على الماتشات اللي في العرض ده ما تعرفش تفرقوا بينه وبين الاجنبي، ده اللي انا بحاول فعلا اوصله وبتمنى اني اشوفه. زي ما انا قلت لك حتى لو واحد خد مني الفكرة وعملها ربنا يوفقه. فانا من هنا اناشد جميع القنوات اللي بتتكلم عن المصارعة، اتكلموا عن الحوار ده، اطرحوا الفكرة دي للناس، شوفوا رد فعلهم هيبقى عامل ازاي، هل هم متحمسين مع الفكرة ولا لا شايفينها ان هي تبقى فكرة وحشة وهابطة يعني. وبس كده، انتظروا الجزء الثالث من الفيديو ده، ولو الفيديو ده وصل ل 3000 لايك في خلال ال3 ايام الجايين هعمل لكم الجزء الثالث بعد فيديو ريك فلير على طول. يلا اشوفكم الفيديو الجاي، سلام عليكم.